أنا ككارنيفور لما أحس بالجوع باكل زبدة. جايز كنت برات البيت وبعدني بلا ترويقة، سناك قطعة زبدة. جايز هيدا اليوم الثالث، عم بحس طعمة سويت، حسيت طعمة سويت. هيدا اليوم الثالث من الدايت، مع انه ماني نايمة شي 3 ساعات، بس حاسة عندي طاقة، عرفتوا؟ ماني حاسة حالي تعبانة. هيدا أول بلا لإلي اليوم، هو عبارة عن لحمة تشيدر تشيز، بيض مسلوق، وأكيد ما رح أنسى الزبدة. جايز بدنا نحكي كثالث يوم أعطيكم الريفيو. حاسة حالي كتير مرتاحة، ما عندي وجع راس، حاسة بنشاط، مع إنه اليوم ماني نايمة غير 3 ساعات، تخيلوا. بس حاسة عندي طاقة كتير عالية، ماني مزعوجة أبدا، ماني حاسة بإرهاق. ما بحبها لهاللحمة أبدا. وبلشت من اليوم الثالث حس بتغيرات بجسمي من وراء التياب اللي عم بلبسها، فرقت على اللبس. هلا جايز، ما ضروري كمل الصحن كله لما احس بالشبع بوقف. امبارح تخيلوا اكلت بلا واحد وما كملته، كل النهار ما اكلت غيره. ما حسيت بالجوع ابدا، وانا طيبه اللحمه ابدا. بتعرفوا وين اول ما كنت بلشوا تحسوا بالفرق بالتغير بجسمكم؟ بالخصر، بتحسوا خصركم فارق على البنطلون، على القصص هيك اللي لها خصر بتحسوها وسعت. تخيلوا انه من ثالث يوم عم بتبلشوا تحسوا بفرق. باي دايت بتشوفوها؟ حلو هيك بتتشجعوا اكتر لما تلاقوا النتيجة عم بتبلش تبين. انا تقريبا الحمد لله شبعت، وهول اللي بقيوا. جايز هلا عم باخد الكوفي تبعي مع قطعة زبدة. كتير طيبة. هلا ما حسيت بالجوع، يعني بعدنا على البلا اللي اكلته بالاول، حس حيقضيني لبكره، وبكره يوم جديد، سو ما بعرف. لا اذا رجعت حسيت بالجوع بساعتها كان بدي اعمل اشوي سمك، كان بدي اشوي سمك وحط لها قطعة زبدة. انا حضرتها للسمكة وحطيتها بالبراد ونقعتها بالملح، وقلت هلا لما بدي اعملها بتكون جاهزة. اذا حسيت بالجوع حاعملها، لا بتكون ضلت لبكره. هلا حرح افتح لايف.
جايز هون كنت برات البيت بس ما نسيت اخد معي الملح ومياتي، بس كنت عم بحط ملح مع المي وحركتهم منيح ومن بعدها شربتهم. هذا تاني بلا لليوم، تاني طبق بكارنيفور دايت اللي هو عبارة عن سمكة دجاج شويتها مبينة عليكم. قليت بيضتين، سلقت هول العظام، حطيت منهم 2 واكيد شقفة الزبدة اللي هي اساس ما بدنا ننسيها. وهون حطيت شوي من المرقة يا حين شي 3-4 معالق. انا ما كتير بحب بس انه حاجبر حالي. قلت لهم اذا تقبلتم صبا ما تقبلتم بيكون خلص اوكي. سو هيدا حيكون تاني بلا لليوم. ما عندي لهلا عوارض، ماني مزعوجة، ما عندي وجع راس، والحمد لله انه ما عدت حسيت بارهاق وبتعب، بالعكس تماما عندي طاقة كتير كبيرة، يعني كتير عم بحس حالي هايبر، عرفتوا؟ مثلا عم بفتح لايف بالساعات ما بحس بتعب. بتعرفوا انتوا العبط هيك بيهلك. فحمد لله كريفيو عم شوف لغير عالم بثالث يوم بيكونوا بعد جسمهم مش متقبل ومنهارين وتعب. انا صافا ماشي الحال. هيدا السمك الدجاج ابدا ما بيجي في دهن، فحطيت شقفة زبدة لعوض. البيض قليته بزبدة. حجرب دوق هيدول لأول مرة بحياتي. الله يستر. صافا مقبولين. عبيتهم ملح هيمالايا ليوم الملح، كتير كترت ملح حتى اتقبلهم. والزبدة اهم شي، يعني لو شوي شوي اكلت من كل شي بكون تمام. عرفتوا؟ اكيد السمك لما شويته بس حطيت ملح ما حطيت شي تاني. انا بظن لهون وخلص ما عاد قادرة. ليكو جايز تقريبا اكلت نص السمكة، نص البيض ونص البيض وشوي من هول الطعام وشوي مرقة. صار هيك كتير صافا الحمد لله. شبعت، حسيت بشبع كتير، حسيت بانتفخت. هيدا كان نهارنا لليوم. اكيد لليوم خلص لانه ما عاد قادره اكل شيء. هلا الحمد لله كان نهار سهل علي ومرق بسهوله. بشوفكم بكره مع نهار جديد. حبيبتي ما تنسوا تشتركوا بالقناه، تعملوا لي سبسكرايب، وتحطوا لايك على الفيديو، وتكتبوا لي كمان تعطوني افكار لاكلات جديد مسموحه بدايه الكارنيفور. اوكي